السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتين بكم في بودكاست شراكة اللي نقعمزوا فيه مع ضيوف ناجحين في مجالاتهم العملية وفي مجال ريادة الأعمال. الهدف اللي نتمنى نوصلوا له هو توفير مصدر يستفيد منه الجميع في تطوير حياتهم المهنية أو التجارة الخاصة بهم. بودكاست شراكة من إعداد وتقديم طه فريفر ومالك الشين، ونتمنى تستمتعوا وتستفيدوا. حلقة اليوم نعرف فيها أكثر على مملكة توايس، بداية برحلة الإنشاء من كونه متجر إلكتروني لفتح أول محل على أرض الواقع لثاني فرع، وصولا إلى أن هذا البزنس يبدأ شركة استيراد وشحن من الخارج لهلبة متاجر في ليبيا. ضيفتنا في حلقة اليوم هي تقوى أبو غرارة مالكة توايس، اللي قدرت تستولي على أكثر من نص السوق الليبي في الملابس النسائية، اللي وصفت البزنس الخاص بها إنه للجميلات فقط. أعرفوا أكثر على رحلة تقوى أبو غرارة من كونها مهندسة معمارية نقلا إلى كونها رائدة أعمال متربعة على عرش الجميلات في توايس، وعلى قولتها ما تفكرش مرتين وإنت تتسوق منه. كل هذا في حلقة اليوم استضافتي أنا طه فريفر ومعي زميلي مالك الشين. بداية مهندسة تقوى، تقدر تعرفينا على روحك أكثر باش يعني ونعرفوا أكثر كيف قدرتي تبدي بتوايس من البداية من نقطة الصفر، كيف قدرت يعني كيف قدرتي توصلي بها كسيدة ليبية طموحة لمرحلة يعني كيف ما تقول إنها تكون كبيرة، وكيف إنها تبدأ يعني واصلة لكل حوش ليبي. أولا أهلا بيك طه. في جديات، شكرا لكلامك اللي قلته حاليا. وإحنا مش مازال ما وصلناش بالقمة أوريدي، قاعدين في الطريق. قد نكون قدمنا نقلة نوعية من ناحية الانتشار، ولكن قاعدين في سلم النجاح خطوة بخطوة بإذن الله. كان أكثر شيء ممكن تميزنا به هو التسويق في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف قدرنا نحقق جمهور كبير يكون عنده ولاء للعلامة التجارية قبل إنه هو يكون يبي يشتري منتج. باهي بداية يا مهندسة تقوى، طبعا شكرا لك على الاستفتاحية الكويسة. نبي نعرف كيف بدأتي بموضوع توايس، يعني كيف بدأ الموضوع من متجر أونلاين لمتجر على أرض الواقع، بعدين إنك أنت فتحتي شركة متاعت شحن ملابس، يعني كيف بدأت الرحلة من الصفر؟ والله هو الموضوع باختصار إن أنا مهندسة معمارية، كنت نشتغل في أكثر من شركة في 2017 ل 2019 تقريبا. قعدت كل مرة نترقى لين وصلت لمنصب مدير تنفيذي. صار هيك معي موقف، كنت نبي نطور المكان ونبي نكبر ونبي عندي أحلام وطموحات أحلام العصر هذيك متاع نكبر وكذا. مرة مديري قال لي، مدير العام بتاع الشركة قال لي أوكي علاش ما تكونيش أنت يعني في مكاني بهيك ببصرة يعني. فقلت أوكي، فكرة حتى هي. باهو كيف جت النقلة من إنه يكون متجر مثلا إنك أنت في شركة للأعمال الهندسية للمجال متاع الملابس؟ يعني هو الموضوع يعني كان صدفة، حرفيا صدفة. يعني هو كان ملابس، لكن كان من الأول مساعدة لشخص بنساعد إنسان عنده بضاعة حاصلة، وأنا أوريدي نفهم كويس في السوشيال ميديا وما إلى ذلك. فكانت مساعدة في البداية لإنسان، ولما لقيت هيك ممتعة فكرة إن أنت عندك منتج تجيبه بسعر وتبيعه بسعر ثاني، استمتعت بها وحسيت إن هي سهلة. فيه الربح مش حتى فيه الربح، ما فيش انت قاعد على اللابتوب هذيك بتاع 12 ساعة وما ترقدش 3-4 أيام انت تصمم في خريطة والإبداع نزل اليوم وغدوة ما زال ما نزلش. كانت الطريقة حسيتها سهل في الموضوع. باهي معناها الموضوع كان من متجر اونلاين. باهي كيف صارت النقله النوعيه هذه من المتجر الاونلاين لانه يكون هو محل على ارض الواقع؟ يعني كيف صار الشفت؟ كيف قدرت انك تلمي راس المال انك انت تديري المتجر هو الموجود كتواي؟ هو قبل ما يكون راس مال هي فكرة، يعني اساس الموضوع. طبعا انا مهندسه نخدم باللوجيك اوريدي، يعني كل شيء منطقي بالنسبه لي. فانا شفت هيك يعني قلت في ليبيا اللي تو ما فيش حد دار حاجه تستقطب يعني البنات يعني بصفه عامه، وتكون سعرها في متناول الجميع ومختلفه مش موجوده في السوق.
ما هي علاش فكرت انك انت بتجيبي الحوايج الكوريه بالضبط؟ يعني كيف جاتك الفكره انك تطلعي على المألوف ان الناس او كما يقولوا الشركات او البزنس يستوردوا من تركيا او من الدول كما نقولوا من اوروبا، يعني كيف جاتك الفكره انك تجيبي الحاجات من كوريا يعني بالضبط؟ لوجيك بالمنطق، يعني بالمنطق ان كلهم يجيبوا من مكان معين، يعني علاش نجيب منه؟ هذا اول سؤال. ثاني سؤال، ما احنا كمثلا لما تدير دراسه للفئه المستهدفه متاعك كمواليد الالفينات مثلا، هي اكثر فئه احنا نستهدفوا فيها، مايند سيت متاعهم جديد، قاعد التاجر مش فاهمه، احنا فاهمينه. في حاجه اسمها ترند، في حاجه اسمها تفتح التيك توك، الانستا، البنترست، تلقى اكثر قطع ترند في العالم. فاحنا علاش ما نجيبوش اكثر قطع ترند في العالم ونوفروها؟ اللي صار ان اكثر قطع الترند تطلع ترند في العالم بصفه عامه هي جايه من شرق اسيا. يعني تخيل لما انت تدير مثلا احصائيه، دراسه على اكثر من موقع، حتلقى ان اغلبيه التصاميم هي براندات كوريه، براندات روسيه، احنا بعيده علينا ما نقدروش نوصلوا فيها. يعني ما كانش الاستيحاء ان على خاطر من الكي بوب ولا من المناطق هذوكم بحكم ان تحبوا المانجا، مش المانجا يقولوا هذه اهانه بحكم. لا، هي ما كانتش هي موضوع، قلت لك الموضوع كان لوجيك، هو منطق. هو اوريدي انا كانت عندي يعني شغف بالكوريين وما الى ذلك، دائما ما اجيبش من كوريا بس، انا اجيب من اكثر من مصدر. يعني اجيب من روسيا، عندي خط انتاج في روسيا اوريدي. فالفكره ان انت كمنطق ان انت مش هتجيب من مكان الجميع يجيب منه، اضافه ان ما يكون عندك سكيلز زي ان انت تتكلم بلغه مثلا كورية، تقدر تتواصل أفضل، تقدر تاخذ وتعطي. حتى هي تعتبر نقطة قوة. ممكن تجار اللي هم كبار قاعدين في العمر ما عندهمش دراية كويسة بها. بالأخير كوريا كلنا نجيب منها في السيارات، ما نجيبوش منها في الحوايج. رسمي صح. ف ما هي كيف انتقل الموضوع من متجر اونلاين انك تبيعي في المنتجات في حوشك ان فتحتي المتجر؟ يعني كيف صار بالضبط يعني من الصفر؟ حطيت خطة، درت استراتيجية، أو أول حاجة الاستراتيجية. أنا حطيت استراتيجية وبدأت نمشي عليها، بعدين عن طريق الاستراتيجية فصلها أهداف وما إلى ذلك، حطينا الخطة. ومجرد ما تمشي على تحط استراتيجية واضحة وأهداف واضحة وتمشي على الخطة اللي أنت بتطبقها على هذا على أساسها، أوريدي حتوصل لأي حاجة أنت تبيها، مش غير إن أنت تنتقل بس. باهي مليح. خلينا نرجع للنقطة اللي موجودة من لما كان متجر اونلاين وانت درت الخطة متاع توايس انه هو يكون كمحل، صح؟ فكيف قدرتي انك انت تستمري على نفس الرتم، كيف ما يقولوا على نفس المستوى، انك تبيع المنتجات متاعك لين قررتي ان تفتحي يعني كيف ما يقولوا متجر على ارض الواقع، كيف تفتحي محل؟ يعني كيف قدرتي انك انت تحافظي على المبيعات متاعك في نفس المستوى؟ عشان هو السر يعني المكون السري اللي درتيه. المكون السري أعتقد هو حاجة واحدة بس. تفضل. تو لما سألتني خطرت في بالي إعادة التفكير. إن أنت ما تقعدش مقتنع بفكرة وماشي عليها. يعني أوكي إحنا مش حطينا استراتيجية، مش حطينا خطة، نص الخطة لما نحس إن في حاجة صارت غلط نعاودوا تفكيرنا فيها ونديروا حل، نشوفوا الخطأ شنو أسبابه. نحب، أنا إنسانة نعشق معرفة سبب الخطأ باش نعرف كيف نصلحه وما عادش يتكرر أو نحسن منه. فإعادة التفكير أعتقد ديما هي كانت نقطة القوة عندنا، يوصلوا في عملاء جدد. بالضبط، ما عادش يقدروا ان هم يحققوا مبيعات ثانيه. فهل انت صادفاتك حاجه زي هذه قبل في توايس ولا اي حاجه من المصاعب او العوائق اللي خلاتك تفكري ان مرات بتسكري توايس او ما عادش تقدري تستمري لقدام، وكيف قدرتي تعالجاها بالضبط؟ جميل جدا. ب سؤال ثاني، هو ما دام يعني بما انك ذكرتي الحاجه هذه اللي هم على الاخطاء، هل صادفتك حاجه يعني او نقولوا هل صادفتك فتره صار في ركود في توايس اضطريتي انك انت تاخذي حل بديل؟ كيف كانت يعني الاشكاليه بالضبط؟ يعني شنو هو اللي صار قبل الركود؟ يعني كيف ما نعرف احنا السبب من شراكه، السبب انه او الهدف الاساسي بتاعنا احنا في شراكه ان نعرف شنو هم الاسباب. مثلا على سبيل المثال ان حد يفتح البزنس بتاعه يبيع كفرات هواتف، او كيف ما نقوله زي ما في حالتك يجيب حوايج من كوريا، فيه اللي يجيبوا مثلا من تايوان، او يعني انت سمي يعني اي دوله، فتوصل بيهم المرحله انهم هم في الاول يطلعوا ترند ويبيعوا منتجات، بعدين توصل بيهم ان ما عادش يقدروا يبيعوا او يوصلوا لمرحله ركود انه خلاص يعني صار لهم زي مرحله التشبع
ما عادش يعرفوا انه او محل الركود في عملاء جدد. بالضبط، ما عادش يقدروا انهم هم يحققوا مبيعات تانية. فهل انت صادفاتك حاجه زي هذه قبل في توايس ولا اي حاجه من المصاعب او العوائق اللي خلاتك تفكري ان مرات بتسكري توايس او ما عادش تقدري تستمري لقدام، وكيف قدرتي تعالجها؟ اوكي تمام، تو انت سألت حاجتين في حاجة واحدة. حاجه واحده باهي اوكي. انا مش حنجاوب على كل حاجة بروحها. اول حاجة كيف تديري بعد ما يصير تشبع على الانترنت زي ما قلت، وما عادش تعرفي كيف توصل في عملاء جدد. زي ما قلت لك إعادة التفكير. شو معناها إعادة التفكير؟ لما تطبقها على كل جوانب البزنس متاعك. الماركتينج يعتبر هو أساس للمبيعات. في ماركتينج في مبيعات، ما فيش ماركتينج ما فيش مبيعات. هذه قاعدة في البزنس، يعني مهما كان نوعها على فكرة، يعني مهما كان نوع البزنس متاعك. فإن أنت ديما تدير خطط تسويقية وتغيرها، إن شاء الله تغيرها حتى أسبوعيا، إن شاء الله تغيرها يوميا، تواكب الحدث، تصنع حدث، تشوف الزبون كيف فهم الكلمة هذه وتغير على أساس الماركتينج. شيء أساسي ومهم. ما فيش حاجة اسمها نتشبت بلاين، ما فيش حاجة اسمها نتشبت بفكرة ومعاش نبي نغيرها. لا أنا متعود هيك، هذه الايدنتيتي متاعي وما إلى ذلك. لا، في حاجة اسمها أنا المبيعات متاعي هي اللي تخليني نعرف كيف نتحرك في التسويق. فاللي يصير له ركود حتلقى السبب الرئيسي متاعها إنه هو قاعد ثابت على نمط واحد من التسويق. نمط الواحد من التسويق يخلي المشروع يفشل، يخليه ينهار، يخليه حيوصل لفئة معينة، حيوصل عندها ممكن يشوا منك مرة 2 3 وخلاص ما عادش يشوا تاني، لأن هذه الطبيعة البشرية اوريدي. فإن أنت تقعد على لاين واحد في التسويق هذا أحد أهم الأسباب إنه ممكن يصير لك ركود. بالنسبة لإجابة السؤال الثاني، إن هل صارت لك مشكلة وخلاتك يعني تبي درتي فيها حل؟ إيه، صارت لي مرة مشكلة. صار لي إن الحاوية للأسف الشديد عطلت، فأوريدي البضاعة عطلت، والشيء هذا يعني سيء هلبة إن الزبون يجي ومعاش يلقى الحاجة اللي هو يبيها. فأنا من هذه المشكلة طلعت حل بسيط. الحل يعني كان إن إحنا ندور ناس توفر نوعا ما بضاعة هنا في ليبيا، تكون مش نفس اللاين هو متاعنا لكن نفس الألوان متاعنا، بحيث إن حتى لو إن التصميم موجود اللون مش موجود، ونوفروها براس مالها. يعني هي جملتها مثلا نقول 100، إحنا بعنا هذه 100، ما ربحناش فيها حاجة، بس باش إن إحنا نحافظوا على الزبون إن هو ما يخشش يلقى مثلا مكان فاضي أو ما عندناش بضاعة. يعني كانت هذا حل حاولنا نديروه في فترة ما، وطبعا عالجناها المشكلة ووفرنا أكثر من مصدر، بحيث إنها ما وصلتش بضاعة من هنا توصل بضاعة من مكان ثاني. كويس. يعني حتى في المراحل اللي حسيت ان البزنس طلعت على السيطرة، في التحديات هي مثلا الحاوية يعني كيف ما نقول تأخرت، انت حاولتي تنقذي الموقف بان توفري حاجات مشابهة، يعني اضطريتي ان تديري هذاك الحل البديل باش انك انت تديري البزنس تخليها يعني ان هي تكمل وتحافظي على الزباين بتاعك. بقى حاجة تانية انا نبي نسألها لك، هل في يعني كيف ما تقولي ريت الناس اللي يفتحوا في البزنس الجديد متاعهم و... ويعني ما يفكروش الا في الربح، يعني هامش الربح متاعهم ياخذوه ومعاش يستثمروا هلبة في التسويق متاعهم، فشن هي التوصيات اللي انت بحكم يعني خبرتك حتى في التسويق، نعرف ان التسويق متاع توايس يعتبر من انجح طرق التسويق الموجوده، بحكم انه يعني تركبوا في الترند بطريقه غريبه اللي هي حنسألك عليها القدام، يعني شن هي الاسرار متاعكم في التسويق طبعا. ف... فشن هي الميزانية اللي انت توصي بها مثلا انها تكون موجودة في التسويق؟ تمام. هو بالنسبة تو لسؤالك يعني كان محتوى من شقين. عادي. الشق الأول اللي هو في موضوع الربح. هامش الربح في البداية لازم يكون منطقي، لازم يكون موجود في السوق. ما ينفعش ان تطلع بهامش ربح زيادة على موجود في السوق، ما ينفعش برضو ان انت تنقص. اضافة ان هامش الربح ان انت تاخذ ربحك هذا شيء يعني غريب شوية في اول 5 سنين. معروف ان اول 5 سنين لاي مشروع ما فيش حاجة اسمها ربح، كلها يبدأ يكبر في راس المال، الا طبعا لو حصلت مستثمر واستثمر في المشروع، يعني هذاك موضوع ثاني. لكن الربح اول 5 سنين ما فيش مشروع، لازم يقعد يكبر، سواء يكبر في راس مال البضاعة أو في راس مال التسويق. أنا هذا يخليني نمشي للسؤال اللي بعده طول، بعدين حنرجعوا أكثر لتفكير التوايسي اللي هو كيف أنت تختاري في الموظفين متاعك، يعني
شنو هم الحاجات اللي تشوفي فيهم في موظفين توايس وتشوفيهم انهم هم نقولوا مثلا قسم المبيعات والتسويق، يعني شنو هو الحاجات اللي تخليك ان تخلي قسم التسويق او السوشيال ميديا مع بعضها، يعني شنو هو اللي يخليك انك انت تختاريهم. يعني هي تو في البدايه انت مديروا الانترفيو كما يقولوا زي الرساله المبطنه، يعني كأنها تغموا فيها غمان، ديروا لها واحده بتاعت انت شنو تتوقعي مثلا فيه اللي يسالوا شنو هو راتب الحاجات، لكن انتوا اللي تشوفوه شنو هو اللي في الترند الموجود في البنترست اللي هو حاجه كويسه مثلا موجوده. احسن ما بنترست اساسا ما بتوظفش. احسن من ان مثلا تكون الطريقه يعني البروتوكول اللي كيف ما يقولوا كل عند كل اتش ار موجود ان على حسب تتوظف وين تشوف روحك في 5 سنين. طبعا هذا السؤال وين تشوف روحك في 5 سنين هذا اكاديميا لكن انا 5 سنين مرات انا نخدم شركتك مرات نخدم في شركه ثانيه، يعني هذه بروحها يعني بروح نقول لك برا فبروتوكول جميل حتى هو في التفكير التوايسي. حاجة تانية بنرجع للتفكير التوايسي مرة تانية في بناء المجتمع. هل انتوا امتى ما فكرتوا مثلا ان تبنوا مجتمع توايس؟ هل فكرتوا ان مثلا تفتحوا جروب خاص بكم في توايس مثلا ان تعرضوا عليه الترندات، او كيف يصير اللي هو الريتش او الوصول للزباين مثلا اللي ياخذوه عندكم او اللي بياخذوا عندكم او الناس المستقبليين، يعني كيف ما يقولوا. اول حاجه احنا عندنا حاجه نسمو فيها الفكر التوايسي، تمام. قبل ان انت تصنع براند او تصنع علامه تجاريه لازم تصنع اشخاص او نقولوها عجله بشريه تخلي المكان هذا ما يوقفش على انسان وما يكونش فيه مركزيه على شخص واقف على الخدمه. فكان هذا اساس اعتقد او كور البزنس بتاعنا في بدايته، ان احنا نكونه تيم هو اللي عنده الولاء للبراند، هو عنده ولاء للمكان، وهو اللي يحب خدمته، وهو اللي متوفرت له البيئة الصحية للعمل، في نفس الوقت يقدر يعطي للزبون هذه المشاعر وهذا الولاء وهذا الحب وهذا الانتماء اللي احنا نسمينها او الفكر التوايسي بتاعنا، ويقدر يعرف كيف ينشره ويطلع للزبائن. لأن في الأخير الزبون هو مش مجرد يجي يشتري منك حاجة ويطلع، هو قاعد يحس في اللي يستقبل فيه، وقاعد يحس في اللي يلبس فيه او اللي يرد عليه في الرسائل او في المكالمه. فلو ان الشخص نفسه اللي قاعد يخدم في المكان مش هو مقتنع بالفكره، مش عاجبه المكان او مش مرتاح، مش حيعرف يوصل الاحساس هذا للناس. احنا ركزنا ان احنا نكون فريق، عندنا فريق من 29 فتاة ورجل واحد فقط لوجيستيك. كلهم مقتنعين بالبراند اللي هو الأنثوي، إنه هو من النساء إلى النساء، إن البنت إحنا السلوغن بتاعنا توايس للجميلات فقط، إن إحنا جميلات، وإن ربي ما خلقش بنت أساسا في الحياة هذه مش جميلة، وإن إحنا كنا بس ممكن نقصتنا قطعة من توايس بس الجمال بتاعنا يعني يبان أو يبرز. فحتى لما البنت نفسها داخل المؤسسة تقتنع بالفكرة أو نجون نوروها تعالي جاي أنت حلوة ربي هيك خلقك، اسلوبك كلامك، لو ان انت بس يعني خيره او ان انت بس مثلا مبتسمه، يعني لان الابتسام هذا مش غير في موظفات مبيعات، حتى جماعه الماركتينج لان الابتسام في شركه اجباري لازم تجي مبتسم، لازم تخشي مبتسمين. ايه عندنا حتى نمط لصباح الخير صباح النور صباح الورد، يعني عندنا مفردات معينه نستعملوا فيها، وعندنا مفردات ممنوع تستعمليها داخل الشركه. لأن زي ما قلت لك هذا هم اللي قاعدين ينشروا في الفكره، قاعدين ينشروا في الماركتينج، المبيعات، عندنا قسم مبيعات حتى هو نفس الشيء متكون قريب من 7 اشخاص. فالفكره ان انت باش تبني جمهور لازم تبني ناس قبلها او اساسات تعرف كيف تتفاعل مع جمهورك هذا وتوصل الاحساس. نبوا نرجعوا لاستراتيجيات التسويق وإدارة المحتوى متاعكم. كيف قدرتي انت توصلي مثلا لاستراتيجيه التسويق المميزه الخاصه بكم؟ يعني حسب ما نعرف ان في توايس لو كان في مثلا لو كان تبعت لهم مثلا سيده ليبيه على الخاص استفسر عندهم بروتوكول خاص بهم، يعني كيف قدرتي ان توصلي لادق التفاصيل حتى مع مثلا الموظفات كيف يردوا الموظفات كيف المفروض انه يتصرفوا في المتجر في الحالات هم لوصولا لشبكه يعني الناس اللي توصل، يعني حسب ما قلت لي ان في بروتوكول معين او انه يعني مثلا كيف ما يقولوا من 1 ل 20 سؤال، يعني كيف ما يقولوا زي الدعم الفني
نظام الدعم الفني، فكيف قدرتي انها تطلعي به من الصفر الموضوع هو؟ اوكي، بالنسبة لموضوع الترندات او موضوع الماركتينج بصفة عامة، في خطة تسويقية وضعت على اسس الاستراتيجية متاع العلامة التجارية بحد ذاتها. الخطة هذه ديما يصير عليها ابديت على ما هو متغير. يعني انت اليوم صار موضوع فلسطين، بتوقف شوية بتواكب الحدث اللي قاعد يصير. صار موضوع درنا ان شاء الله ربي يرحمهم وكل يحتسبوا من الشهداء، يعني بتواكب حتى هو الحدث. ما ينفعش ان انت تسكت، ما ينفعش ان انت تجي وتوقف بس، انت خوارزمية بتاعك يعني حتنضرب اوريدي. فان انت ديما تواكب اللي قاعد يصير وتدير ابديت مع الخطه التسويقيه امر جدا مهم باش تستمر تكون موجود في المكان، وفي نفس الوقت باش الريتش بتاعك ديما يعلى. نرجع لهدفتنا مرة ثانية اللي هي نبغوا نرجعوا لاستراتيجيات التسويق وإدارة المحتوى بتاعكم. كيف قدرتي انت توصلي مثلا لاستراتيجيه التسويق المميزه الخاصه بكم؟ يعني حسب ما انا نعرف ان في توايس لو كان في مثلا، لو كان تبعت له مثلا سيده ليبيه على الخاص استفسر عندهم بروتوكول خاص بهم. يعني كيف قدرتي ان توصلي لادق التفاصيل حتى مع مثلا الموظفات كيف يردوا، الموظفات كيف المفروض انه يتصرفوا في المتجر في الحالات العمام، لوصولا لشبكه يعني الناس اللي توصل. يعني حسب ما قلت لي انها في بروتوكول معين، او انها يعني مثلا كيف ما يقولوا من 1 ل 20 سؤال، يعني كيف ما يقولوا زي الدعم الفني، نظام الدعم الفني. فكيف قدرتي انها تطلعي به من الصفر الموضوع هو؟ الموضوع بداية يعني احنا حطينا علامة تجارية، حطينا ايدنتيتي العلامة التجارية هذه نساء وبنات واسلوب لطيف وما الى ذلك. يعني البنت شنو هي تحب ان هو يتقدم لها احنا بداية. نقصنا في المجتمع الليبي موضوع احنا نقصنا شويه الطيبه لطافه والكلام الحلو. ان انت يعني تسمع كلمه حلوه صعبه شويه في ليبيا. يعني ممكن امك ما تقولكش كلمه حلوه، يعني سواء ما تقولش حتى لبنتها، او الاب حتى هو نفس الشيء. فمن ثقافه المجتمع بحد ذاتها ان الام والاب، يعني طفله او طفل ما يسمعش كلمه ان انت حلوه، قفطانك حلو، لبستك اليوم حلوه، انت مثلا طلع عليك هذا السروال جنين. الفكره جت اساسا من النقطه هذه. فكرة إن أنت ممكن تمشي حد تقول له والله لبستك اليوم جنينة طالعة جنينة مامتك. هي الشعور اللي يجيك، وهذا الشعور إحنا مسمينه توايس. إن أنا نقول لك إن الله محلاه قفطانك اللون الأخضر طالع عليك حلو. المفردات هذه تعطيك شعور جميل جدا. يعني هذا الشعور إحنا ترجمناه إنه هو أوكي. إحنا السعاده هذا هو أوكي، هذا هو الأيدنتيتي. إحنا ليت الشعور، إحنا الأيدنتيتي بتاعنا هو عبارة عن الشعور هذا. يعني أنت تحس لما حد يقول لك كلمة حلوة أو يشكر شكلك أو منظرك اليوم أو الأوتفيت بتاعك. فهذا الكونسبت الأساسي. بعدين اللي صار لما إحنا كنا أسلوبنا لطيف مع الناس وما إلى ذلك، بدأت تجينا مكالمات غريبة من الفانزات. أصبح عندنا جمهور وعندنا متابعين وعندنا فانزات. يعني فانزات يجي يبعثوا في هدايا، يبعثوا في ورد، يبعثوا في كيكة، في سينابون، في أكثر من حاجة الحق. يعني بارك الله فيهم. فأول حاجة كانت المحبة متاع الناس، الكلام الحلو الطيب اللي نسمعه فيه. عبارة يعني ممكن تخيل كل مكالمة احنا نستقبله في اليوم أكثر من 130 مكالمة يوميا. حوالي 75% يقولنا ألو معي جميلات توايس. احنا ما كناش نعرف علاش هم هيك قالوا. احنا ما كناش نقولوا في جميلتي، ما كناش نقولوا في المفردات هذه بتاع الجمال. وحتى السلوغن ما كانش للجميلات فقط في البداية. فاحنا يعني صار يكستك شويه. بعدين كنا هيك بالصدفه حطينا بدل نحطه للنساء فقط قدام باب البوتيك، حطينا كلمه للجميلات فقط من باب الصدفه. يعني من باب ان انت تدير حاجه بس مغايره تتصور او حاجه. فقعدوا الناس هيك لما يجوا يبدوا يقولوا لنا حي معناها نمشي نخشش، فهي حلوه علاش انت كده تقولي ما انت جميله علاش ما تخشيش تفضلي. فاكتشفنا من هنا ان لا الناس خشي حتى بخمار عادي. لا، هي اكتشفنا ان الناس ما تشوفش في نفسها جميله. ان البنات اللي يجونا يعني بنات جميلات ومش شابحين رقم جميلات، وهذه مشكله تعتبر. احنا واضح ان في جاب صاير في المجتمع، ان بنت جنينه ما ناقصها حتى حاجه، ربي اعطاها كل النعم وما تشوفش في روحها جميله. من هنا الكونسبت مع انه يقولوا لنا جميلات توايس انتم. بالفعل احنا موظفات مبيعات جدا جميلات عندنا، يعني والصدفه ما كانش مخطط لي الموضوع كله. طلع هنا سلوجن، طلع هنا عبارة جميلة. احنا بنردوا على الزبونة وانت جميلتي، اهلا بيك، كيف تحبي نخدمك. مش من فراغ، يعني هو سلوجن للجميلات فقط.
من هنا استنبطنا أكثر من عبارة مقتبسة عن الجمال أو تتمحور على الجمال. الفكر هذا كله أعطانا براند ناس تعرفها، قدرت توصل لأكبر عدد ممكن من النساء، إضافة إن هي ما تنساش. صعب تنسى حد قال لك إن أنت حلو، صعب هلبا. يس إحنا يعني كمجتمع نسائي إن بنت تقول لك أنت حلوة مش أمر متداول. فهنا الزبون بدا هنا قدرنا يعني تشدوه النقطة هذه، مشاعر. ده لما يشري في المنتج ما عادش يشتري في المنتج لأنها عاجبة فقط، يشري في المنتج ويعني عنده مشاعر تجاه إنه هو بيخليه حلو، عنده شعور في عاطفة انباعت مع المنتج. فكانت هذا الكور متاعنا إن إحنا نبغى المنتج يرتبط ارتباط وثيق بشعور. الشعور هنا كان هو شعور الجمال. جميل جدا. حاجة ثانية ليه كنت بدي نسألك عليه سؤال رب على بالي. نسألك عليه سؤال. احنا كليبيين أصلا في مشكلة لا تنكر الجمال وجهك كله أحمر، عرفت؟ تحس روحك أوكي شو صاير؟ احنا كليبيين يعني أنا عجبني التفكير بتاعنا تعرفي على النقاط. احنا كليبيين يعني تجبدنا عموما مش كليبيين يعني درت دراسة واحنا كعرب يعني كلنا مع بعض ممكن خاطئ سوريا احنا كلنا كعرب ما عندناش الكلمة الطيبة يعني للأسف. السوريين بس اللي عندهم، لا السوريين انت لاحظ احنا باب الحارة كيف ضرب في ليبيا هلبة، وعندنا فيها ناس مهووسة لليوم باب الحارة يتفرج عليه وبس. علاش؟ الكلام في شعور هيك يعطيك شعور باب الحارة. رسمي باب الحارة بتاع الدراما والاكشن اللي يس يحسسك بتاع يعني كأنه طبع علينا بحاجة يعني الثقافة متاع الكلام الحلو متاعهم راهو ما شاء الله يعني بجديات السوريين برافو عليهم انهم عندهم الكلام هذا، كلامهم كله كويس، ما فيش عندهم كلمات بذيئة او كلمات سيئة او كلمات ما فيش. لو احنا في ليبيا تلقانا العيلة من كلمة ممكن نصهم يتنمروا على نص الثاني يعني. احنا نقصنا في المجتمع الليبي موضوع الطيبة ولا وعندهم مسميات، عرفت كيف؟ كل واحد عنده مسمى، هي ثقافة نتكلم احنا على الطبقة السائدة حاليا. هيك احنا جونا وعندهم مسميات. شنو هي استراتيجية التسويق اللي انتم قدرتوا تتبعوها باش توصلوا لنص مليون؟ استراتيجية التسويق اعتمدت على زوز محاور أو زوز نقاط نقدر نقولها. أن النقطة الأولى أن أنت تكون هوية واضحة وصريحة وتعرف الفئة المستهدفة متاعك اللي تبي الهوية هذه. النقطة الثانية خوارزميات السوشيال ميديا بصفة عامة، سواء شركة ميتا، سناب شات، أي خوارزمية يعني صنعت الابليكيشن هذا اللي احنا توا موجود في تليفوناتنا ويوميا نتصفحوا فيه ونشوفوا فيه. لازم تدرس دراسة صحيحة واضحة تعرف بيها كيف المستخدم تقدر تلفت انتباهه، كيف يقدر يوقف المستخدم على الريلز متاعك. علاش طه هو ماشي هيك بريلز وقف على الريلز هذه، علاش دار لايك، علاش خش للصفحة. وهذه حاجة هلبة كبيرة ان انت من الريل تخش للصفحة، يعني هذا إلا ما شدك الموضوع. فدراسة الخوارزميات هذه كمستخدم، ركز في كلمة كمستخدم قبل الخوارزمية نفسها بحد ذاتها، مع ان انت تفهم الابليكيشن شن قاعد يبي منك وشن قاعد يقول لك، وتفهم الميكس ما بين الخوارزميات البشرية نسمي فيها او المستخدمين والابليكيشن بحد ذاتها، لان كل ابليكيشن طبعا يختلف عن الاخر. الحاجة هذه تخليك تقدر توصل لنقطة اسمها مفيش ركود في عدد المشاهدين. احنا حاليا في توايس الوصول متاع الصفحة كان مثلا الفيسبوك والانستا شركة ميتا بصفة عامة 2 مليون. هل عندك علم ان الجمهور المقدر للنساء في ليبيا كلها هو 2,600,000؟ يعني حرفيا تقريبا ليبيا كلها يعني احنا حرفيا حاليا واصلين لأكثر من 500,000. يمكن اللي ما عندهمش تليفون او لا ما عندهمش اهتمام، اللي هم ممكن عندهم صفحه لكن ما عندهمش اهتمام بالملابس اساسا، او انا طبعا واحده منهم يعني انا انسانه ما عندهاش شغف بالفاشن وبالموضه مثلا. ايه احنا يعني قدرنا نغطي 50% من الجمهور المقدر، وهذا ندل على شيء، الحاجه واحده بس نحن فهمنا الخوارزميه.
نساء شنتبي وشركة ميتا شنتبي ونطالية تبي. بقى في البوستات متاعكم يعني كيف انتوا كيف قادرين توصلوا الرسالة متاعت المنتج للزبون او المستهلك يعني؟ بقى في البوستات متاعكم يعني كيف انتوا كيف قادرين توصلوا الرسالة متاعت المنتج للزبون او المستهلك يعني؟ أول حاجة زي ما قلت لك في البداية بكل إن إعادة التفكير. أول حاجة لازم إن أنت لما بتجي تنزل أول حاجة إحنا ما نسموش فيه تنزيل بوست، إحنا نتكلم على صناعة محتوى حاليا، لأن هو حاجة تكمل حاجة. ريلز في الانستا، ستوريات في الانستا، بوستات في الفيسبوك، ريلز في الفيسبوك بدت حتى هي ستوريات الفيسبوك حتى هم بروحها، وعندك التيك توك وعندك سناب شات، فهي أكثر من حاجة تكمل بعضها. من هنا تمشي لغادي ومن غادي تجي لهنا، وكل حاجة لازم ديما تعطي رسالة ناقصة. ما تعطيش في مكان واحد كل شيء. أنا أعطيك أنت عشان تبي نعرف طه شنو يبي، ولا خلاص يبي طه 1 2 3 نحط لك الواحد في الفيسبوك، 2 في الانستا، يعني نوزع الحاجة هذه. يس، 3 على التيك توك. إضافة إن أنت ما تقعدش ديما واخد لاين واحد ماشي عليه. إحنا كان نخش على الفيسبوك بتاعنا حتحس مرة نواكبه في الترند ومرة نسمعه في الترند، مرة قفطان تلقاه طالع على الشارع يدهور، مرة تلقى القفطان على الأرض، مرة على الموديل. عندنا يعني أكثر من 5 طرق تصوير نتبعوا فيها المنتج، محافظين على الايدنتيتي بتاعنا ب5 طرق، بالالوان، بالحطه، ببعض التفاصيل. لكن كل مره ندور في حاجه جديده، مش نوقفوا في لقطه واحده تترسخ في ذهن المشاهد ويميل منها. حتى لو انه صار ابديت للمنتج، مهما صار ابديت للمنتج، لو ان المنتج قاعد يعرض او المنتجات تعرض بنفس الطريقه، في 2023 الزبون او قول الوصول كله حينقص، مبيعاتك حتنقص، وصولك حينقص، متابعينك حينقصوا. فديما السر وراء الوصول هذا او المتابعين او حتى المبيعات هو تغيير مستمر، وكل مره فكره جديده. هو هذا اللي ينشط لينا، وهذا اللي يخليك انك انت تستمري، لان نفس الفكره خلي الناس مثلا يقول هذا انا عرفتها قبل، يحسوك هو منشور جديد لكن يحس روح انه انا قبل، فهو يمشي مش حيدير حتى لايك. اضافه حتى للثقافه، ان انت تربط الحاجه هذه مثلا بالثقافه الليبيه، مثلا مرات حتى بطريقه سلبيه ما يكونش طريقه ايجابيه. يعني مرات منتج تقترح شو رايكم هذا مثلا يمشي في المناسبه هذيك، هو ما يمشيش، فهمت كيف؟ فديما الناس وتاخذ يعني استفسار ديما عاده لما يجيك الزبون او المتابع يبدا يتفاعل معاك، ومرات تفرض الرأي ما تستفسرش، هذا يجي على المناسبة هذيك، هذا يمشي هيك، هذا سبرنا احنا، تقولوا رشدة ولا تقولوا رشدة، يعني هذه من هذا بوست واصل ل 2,900,000 يعني، في conversation غريب صاير، في مشكلة واضحة في الشعب يعني، صاير في الثقافة بين رشدة بالدال ورشدة بالتاء يعني. يعني هذه الثقافة تخلينا احنا كشعب ليبي اصلا نتعاركوا ونخشوا ببعض، ما يمكن يس وخلي تفاعل جديد يهتموا ببعض ويبقوا يتعاركوا. احنا في شيشتنا كليبيين رشدة ولا رشدة. يعني هذه تخيل ان هذه قضية كبيرة صايرة في ليبيا، ان في مشكلة في الحرفين اعتقد. فان انت تاخذ الكلتشر، تاخذ الماركتينج، تاخذ اللي انت تبيه، فهمت كيف؟ مبيعات، فلوس، وصول، وتعكسه على المجتمع متاعك، وتشوف المجتمع شنو يبي، تبدا مواكب المجتمع شنو يبي على حسب الظرف او على حسب الترند. هذا هو اعتقد هو سر نص المليون هذه. شنو هي الحاجة المميزة في تجارة الملابس؟ يعني علاش مثلا لو كان انت كتقوى بوغرارة تختاري انه تبدي في تجارة الملابس مش تجارة اي حاجة تانية مثلا؟ هو اولا الفكرة احنا كتوايس مش ملابس فقط، احنا نوفر في كل حاجة تحتاجها الأنثى. احنا عندنا أحذية وحقائب، عندنا قسم خاص بتجهيز العرائس، عندنا أكثر يعني من قسم حتى اكسسوارات، مكاتب، أي حاجة ممكن ترند تتوفر عادي جدا عندنا. وكلها يتمحور على الفتاة، يعني كلها يتمحور على الفتيات بصفة عامة، ولأكثر من عمر، يعني شبه من عمر 11 سنة لعمر 40 سنة احنا مغطين احتياجاتها ككل. الفكرة وين؟ ان مفيش، انت سألتني علاش ايش معنى الملابس، مفيش حد فكر في الفكرة هذه، مفيش حد فكر انه يغطي احتياج البنت
بطريقة كيف ما البنات يعني كلهم يشبهوا للأرخص حاجة اللي تمشي فيه الساعة، يجيب حاوية يبيها تكمل، يبيها تنباع في نفس اللحظة. ما يفكروش في صناعة الاسم. ما في ليبيا ما فيش حد يفكر في العلامة التجارية، ما فيش حد يفكر في ولاء الزبون. أنا لي توا 5 سنين نخدم على النقطة هذه، نخدم على ولاء، نخدم على اسم، نخدم على ترند. ما كانش همي يعني انني مثلا لا لازم المربح السريع وما الى ذلك. زي ما مثلا كيف ما يقولوا في الخضرة، أنا أعرف صاحب مشروع خضاري، أنت مسألته علاش أنت بادي تبيع في خضرة، يعني كيف ما يقولوا كصفحة أونلاين يعني كتجارة. فقال لي إن التجارة ما تموتش بكل هذه، الطلب على الخضرة الموجودة يوميا كل يوم، لا لازم أنت ما تبي خضرة، فالتجارة هذه مش حتموت. أقلها لو كان تفتح محل حياخدوا منك يعني الناس. فهم هذا السبب علاش سألتك السؤال بتاع علاش الحوايج بالضبط مثلا. فكلهم يعني كل حاجة بروحها يعني. وديما عندنا البراندات المتعارف عليها، عندنا سيوا كيكي، زارا، مش عارف شنو، مانجو. الفكرة متاعت توايس انها تخش كبراند، والبراند هذا انه راهو خاش كبراند كوري في نفس الوقت ليبي. هذه حاجة جديدة راهو في ليبيا، مش يعني ما اعتقدش انها في صفحة ثانية اللي مدايرتها. يمكن يستوردوا في ماكلة الآسيوية مثلا، سوشي، مش عارف شنو، لكن الباقي ما فيش حد فكر فيه انه يدير براند يعني ليبي كوري. فهي هذه اول حاجة اللي هي توايس. حتى زي ما قلت لك ان تجار الملابس بصفه عامه تلقاهم كبار شويه في العمر، مش فاهمين، مش عارفين الجيل الجديد شنو قاعد يبي. نرجع ونقول لك فكره مواكبه الترند، فكره ان انت عارف الجيل شنو يبي، راهو تعتبر نقطه قوه في المشروع بتاعك. عارف الفئه المستخدمه بتاعك بالضبط شنو هي الحاجات اللي تبيها. في فقرة ما تغلطش غلطي، نبغى نعرفوا شنو هم الحاجات اللي مثلا انت تشوفها ان هي غلطة وانت صلحتها بسرعة. شنو هم الحاجات اللي صادفوك انت مثلا غلطتي، مثلا انك خدتي منتج معين، او كيف ما يقولوا درتي خطة استراتيجية وطلعت هذه غلط مش مواكبة للسوق الليبي. انت كيف قدرتي تحلي الموضوع، او شنو هم النصائح اللي انت تقدر تقوليهم في فقرة ما تغلطش غلطتي؟ هي عبارة ما تغلطش غلط يعني أساسا يعني هيك مش مقتنعة بها شوية. نحس إنه بالعكس أغلط غلطتي أنا وأغلط غلطة الآخرون معها. يعني نشوف إن الخطأ واجب في البزنس، يعني لازم ما تغلط باش تتعلم وتعرف السبب اللي صار بسبب الخطأ هذا، باش تعرف كيف تصلحه وكيف تتعامل معاه وما عادش تعاود في جديد. وكل غلطة حتعلمك درس جديد، بالذات كشخص كيف بادئ البزنس لازم يتعلم، لأنه مستحيل مهما قريت ومهما حاولت إن أنت تتدارك الموقف إلا ما حتغلط، لأن عندك ثقافة متغيرة، عندك استراتيجيات، عندك أحداث محلية وعالمية. فأنا قناعتي إنه أغلط غلطي وأغلط غلطة التانيين، وأغلط وتعلم واستمر ما توقفش. لازم ما تقعد. في كل حاجة درس، ما تشوفيش فيها كغلط. ما نشوفش فيها كغلطة، نشوف فيها كدرس. درس الشخص يتعلم منها، توصل لنقطة معينة، بعدين تبدأ اوريدي انت عارف الأخطاء. وقد طبعا تكبر، كل ما بتكبر كل ما بتمشي لسكيل تاني حتغلط برضو، وحتحاول. يعني أكبر الشركات في العالم قاعدين اليوم تغلط. شركة بيبسي غلطت غلطة فادحة في التسويق، خلتها تخسر مبالغ، خلتها تخسر أسهم، وقدرت تواكب اللي صار وتصحح. يعني معقول احنا مش هنغلطوا؟ فمش منطقي ان انت ما تغلطش، مش منطقي ان انت تقولي لا شنو الحاجه ما تديريهاش. لا، دير كل شيء، جرب، حاول، استمر. يعني انت تشوفي في كل حاجة درس، ما تشوفيش فيها كغلطة. كلها حاجات حتبني البزنس وحتبنيك انت كشخص اولا، والبزنس متاعك يعرف يوقف على رجليه على اساس هذه غلطه. من اول غلطه تعلمتها كان عودت غلطه، كان ما غيرتش تفكيرك وما قلتش ان انا علاش غلطت وكيف نحل الغلطه هذه. هذه هي غلطه بحد ذاتها، ان انت ما تستفيدش من الغلطه. بالعكس، اما اغلط غلطتي وغلطه الغير، وزيد عليها غلطه الشيء. يس. وزيد عليها غلطة الجيران حتى هم كمان. باهي كويس، جميل جدا. باهي احنا مع الحوار المثري هو ما استمتعنا معك بأننا تعلمت هلبة على استراتيجيات التسويق، على كيف انك انت تبدأ تبني البزنس متاعك من الصفر،
برضو على كيف انك تختار الموظفين والتفكير توايسي حتى هو الموجود. فختاما تقوى، يعني باش نختم الحلقة متاعنا لليوم، شنو تنصح الناس اللي يبوا يخشوا على مجال التجارة بالملابس خصوصي كبداية، يعني كمتجر إلكتروني؟ شو نصيحتك للناس هما يعني اللي هي نصيحة شو نصيحتك للناس هما يعني هي نصيحتي حتكون مجملا يعني للبيع أو للمنتجات. لازم التسويق أولا، التسويق والإصرار هم سر النجاح أعتقد. فالاستمرارية إن أنت اليوم وغدوة وبعد غدوة مهما صار إن أنت تقعد تحاول ما توقفش، وما فيش حاجة تخليك تيئس أو تقول لا أنا خلاص فشلت أو أنا معرفتش نبيع. لازم تقعد تحاول وتغير أفكارك وتجرب أفكار جديدة، وما تتشبتش برأيك وما تلبسش قميص الأنا أو شخصيتك، تلبس قميص العمل وإن أنت جاي تخدم وإن هذا رزق. والاستمرارية هي سر النجاح، إصرارك هو سر نجاحك. نعم، مفيش أي نصيحة ممكن حد ينصحها لك حتكون هي سر نجاحك أكثر من نفسك أنت شخصك، هو اللي حيكون سبب النجاح هذا. وهيك نكونوا اختمنا حلقة اليوم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وشكرا على الاستماع. ما تنسوش تديروا لايك وتتابعونا على منصاتنا انستغرام وفيسبوك شراكة إنجليزي وعربي، والرابط موجود في الوصف. كل الشكر لمقهى أفيرو للتعاون مع فريق العمل وتقديم الدعم ليه.